يلا بينا نعمل الفخدة الضاني بطريقة المندي، حاجة كده في منتهى الجمال مع أحلى دقوس ورز بسمتي خطير بجد. أكلة حلوة جدا جدا. شايفين بقى اللحمة عاملة ازاي دايبة دوب، يا دوبك العظم وقع منها لوحده من غير ما امسك العظم خالص، لقيت العظم بيقع. شايفين بقى اللحمة دايبة ازاي. أكلة في منتهى الجمال تشرفك في كل العزومات، حاجة كده خطيرة. يلا نسمي بالله ونبدأ. معايا بقى كده ربع كوبايه زيت، اي زيت انت حباه، زيت ذره، زيت زيتون، اللي انت عايزاه. اما بالنسبه للبهارات معلقه صغيره من كل نوع، روزماري، كركم، كاري، حبهان مطحون مع ورق لورا، وبابريكا وفلفل اسود وحبه زعفران صغيرين جدا، وحبه ملح، معلقه كبيره ملح. كده هنزل عليهم كده بالزيت زي ما انت شفتوا كده اهو. بعد كده هجيب معلقتين باربيكيو، او ممكن تحطي صلصه، بس الباربيكيو بيدي طعم حلو جدا. زائد بقى معلقه عسل اسود او عسل ابيض، الاثنين يعني هيقضوا نفس الغرض، بس انا كان متاح عندي العسل الاسود، بيدي طعم حلو جدا. بعد كده هجيب بقى 3 نقط بالظبط زي ما انتم شفتوا كده، الوان طعام اللون الاحمر اللي هو الالوان الجيلي دي، واخلط كويس قوي قوي كده المكونات دي ببعضها. دي التتبيله اللي هنتبل بيها اللحمه بطريقه المندي بالظبط. ومعانا طبعا بطل الحلقة او بطل الفيديو بتاعنا النهاردة، الفخدة الضاني. شايفين احنا مكسرينها ازاي كده عشان خاطر ايه؟ التتبيلة تخش بين اللحم كده والعظم عشان تتبل كويس وتبقى حلوة قوي. طبعا التتبيلة ديت الموضوع ده بنعمله من بالليل لحد الصبح، يعني بنعملها التتبيلة دي انا كنت عاملاها بالليل. تبلت اللحمه كده زي ما انتم شايفين، او تبلت الكتف الفخده الضاني. هتبلها بقى بالتوابل اللي احنا عملناها دي، توابل المندي. لما تبقي عايزه تعملي كتف مندي هيبقى بالشكل دوت، روعه بجد، حلو جدا. طبعا انا كنت عاملاها كده بالليل، وهبتدي بقى كده اتبلها زي ما انتم شايفين، تتبيله حلوه قوي كده من ورا ومن قدام ومن جوه ومن بره، يعني من كل الاتجاهات. يعني نعمل لها كده مساج محترم كويس قوي، نتبلها بقى. لا دي فخده بقى ضاني، لازم نعمل لها يعني مساج محترم جدا ونتبلها من كل الاتجاهات. شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ خطير. لون المندي حاجه كده في منتهى الجمال والروعه، تشرفك كل العزومات بجد. جربوا التتبيله دي، خطيره يا جماعه، حلوه جدا جدا. طبعا انا عملتها من بالليل زي ما قلت لكم، وبعد كده بقى ايه، هسيبها لتاني يوم بالليل، يعني تاني يوم على طول هعملها. يعني انا عملتها كده بالليل. هجيب بقى الورق الفويل بتاعي، هعمله افرده بقى كده خالص. اجيب ورق كتير بقى واستكتر كده بالورق، اجيب واحده يمين وواحده شمال كده زي علامه الزائد كده، وبرده نفس الكلام ورق الزبده نفس الكلام زي ما انتم شايفين كده، بس الكاميرا مش موضحه قوي. بعد كده اهوت بقى ايه، اجيب بقى الفخده بتاعتي الحلوه دي كده ونحطها كده على ورق الزبده بكل حنيه كده، ونفضل بقى ايه، نطلع كل الصوص ده خساره ما نرموهوش، ونحطه بقى كده اهوت، ونقفل كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. اقفل ورقه اليمين وشمال، واقفل الورقه التانية زي ما انتم شايفين كده، برضو نفس الكلام، الورق الفويل من كل الاتجاهات، واقفلها كويس قوي، ما خليش فيها اي منفذ خالص. ولو احتاجت ورق تاني فويل بقفلها، هي احتاجت ورقه تاني فانا قفلتها تاني اكتر من كده. وبعد كده حسبتها بقى في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. هنا بقى كان تاني يوم الصبح كده، هحطها كده في الصاج زي ما انتم شفتوا كده، وبعد كده هنزل ب2 لتر ميه، والميه دي هنا مهمه جدا. ولما تنشف في الفرن بحط ميه تاني عشان ما تبقاش تتحرق معانا وتعمل ريحه شياط. بعد كده بقى حطيتها في الفرن وسبتها مع نفسها تاخد وتدي كده. جبت حبه زيت على معلقه سمنه بلدي، وبصلايه كبيره متقطعه قطع صغيره جدا. وبعد كده اول ما البصل يدبل معايا هنا هو التوم باودر، بصل باودر، وكركم، وفلفل اسود، وورق لورا زي ما انتم شفتوا كده اهوت. وهنعمل بقى الرز بتاعنا البسمتي الجميل. الخلطه دي جميله قوي. شوفوا بقى هنا هو، جربوا الطريقه دي، ريحتها حلوه قوي. هنا بقى بغسل الرز وبحطه على البصل مباشره كده اهوت مع التوابل اللي انتوا شايفينها اللي انا حطيتها دلوقتي، واقلب بقى الرز بالبصل كده. بقول لكمش بقى على الريحه والجمال، طعمه يجنن. هنا بقى كان عندي شوربه، وازود الرز بالشوربه او بالميه عادي مفيش اي مشكله، واظبط الملح بتاعه. وبعد كده بقى ايه، اغطيه واسيبه كده. هو اول ما يشرب ميته بوطي عليه وبسيبه خالص. وهنا اول ما شرب ميته جبت حبه لون احمر على لون زعفران بيديني لون اورنج كده، وبحطهم على اول ما، اهم حاجه لازم الرز يشرب الميه بتاعته الاول قبل ما اعمل الخطوه دي. هنا بقى هنعمل الدقوس. معايا نص ربطه كزبره، 3 فصوص ثوم، 3 طماطميات، نص بصلايه، وفلفل
رومي وفلفل حامي اختياري، قطعتهم بالشكل دوت زي ما انتم شايفين في الكبه. واهم حاجه لازم احطهم في الكبه مش في الخلاط، لان احنا هنعمل دقوس ولازم يكون ايه خشن شويه ما يكونش عصير. هنا هنزلهم بقى زي ما انتم شايفين كده في الكبه، ولازم نعملهم في الكبه يا جماعه، عشان لو عملناهم في الخلاط هيتعصروا. احنا مش عايزينهم يبقوا عصير، احنا عايزينهم يبقوا فيهم كده ايه يعني قطع كده. حطيت كمون وفلفل اسود وحبه خل ومع 3 معالق زيت زيتون او زيت ذره اللي انتوا حابينه براحتكم، الزيت ده اختياري. ضربتهم 3 ضربات كده في الخلاط، يعني ضربتين 3 كده يعني ما نعمتهمش خالص. وكده بقى معانا اجمل دقوس خطير بجد، طعمه يجنن. شايفين بقى الجمال والحلاوه، بجد دقوس خطير بجد حلو جدا. طبعا انا كده خلصت الدقوس، وبعد كده هنا كان الرز بقى تمام استوى معايا. ما بقلبش الرز خالص غير لما بطفي عليه. وهنا كانت الفخده كمان تمام استوت خالص، قعدت حوالي 3 ساعات في الفرن، سبتها تستوي براحتها خالص. هفتحها معاكم هنا بعد 3 ساعات. ما شاء الله شايفين بقى عامله ازاي. على فكره في معلومه هنا هوت برضو، الميه بتاعت الصاج نشفت معايا مرتين، انا كنت بزودها عشان ما تتحرقش الفخده، ما تتحرقش معايا. شايفين بقى الجمال، شايفين بقى الحلاوه، شايفين العظم باين ازاي من يعني اللحمه كده سابت العظم، معناها كده ان الفخده كده تمام استوت. طبعا انا هفتح الشوايه عليها يعني 5 دقايق كده تاخد لون معايا كده زي ما انتم شايفين. هي دلوقتي انا هحطها دلوقتي كده تحت الشوايه، وسبتها تاخد لون معاها مع بعضها مع نفسها كده. وهنا حطيت الرز بتاعي وحطيت الفخده بعد ما طلعت من الشوايه، بصوا لونها حلو ازاي. وطبعا هنا انا عندي في ناس بتحب مكسرات وفي ناس ما بتحبش المكسرات، فانا حبيت زوقت نص الصينيه بالمكسرات والنص التاني من غير مكسرات عشان نرضي جميع الاطراف. وكده بقت معانا الفخده ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. والدقوس كمان خطير. طبعا فخده ضاني ورز بسمتي لازم يكون معاهم الدقوس ده، يعني قانون في الاكله دي. هنا بقى اوريكم بقى، شايفين العظم، بصوا يعني بصوا انا هنا العظم ما شاء الله، يعني العظم بيتخلع كده من اللحم بكل بساطه. وشايفين اللحمه بقى عامله ازاي دايبه دوب ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. وبس كده، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ومع السلامه، باي باي.